لانك كده بتخلي التاني يتربص باخوه دايما علشان يوقعه في الغلط ويقولك شفتي اهو هو اللي ضربني، شفتي اهو هو اللي بدأ. السلام عليكم، ازيكم؟ نتعامل ازاي مع خناقات الاخوات؟ كلنا بيبقى نفسنا في حل يوقف الخناقات دي خالص ويخلي الولاد قاعدين طول اليوم متربعين على الكنبه. طيب هل الكلام ده واقعي؟ لا طبعا. في اي علاقه انسانيه بيحتك فيها اتنين من البشر ببعض لازم يحصل خلافات ومناوشات. الام بتتخانق مع اولادها، الصحاب بيزعلوا من بعض، الزوجين بيتخانقوا، ده الواحد لو ملقاش حد يتخانق فيه بيتخانق مع نفسه. يبقى اول حاجه لازم نعرفها ان الخناقات دي طبيعيه جدا وخلافات صحيه كمان. احنا محتاجين بس نغير طريقتنا في التعامل معاها، ونغير كمان نظرتنا لخلافات الولاد او لخناقات الولاد. طيب اتعامل ازاي مع خناقات ولادي؟ ايه المطلوب مني كأم لما اشوف ولادي بيتخانقوا مع بعض؟ اول حاجة ما تبقيش انت سبب في الخناقات دي. ازاي بقى؟ من اسباب الخناقات بين الولاد الغيرة بقى بسبب المقارنة، انك بتقارنيهم ببعض، او عدم تقبل حد فيهم لأي سبب من الاسباب، او عدم وجود قواعد للعب. وهنقول بعد شوية نحط القواعد دي ازاي. يبقى خدي بالك من الحاجات دي لانها بتبقى سبب رئيسي في خناقات الولاد. النقطة التانية، لو لقيتيهم بيتخانقوا مع بعض ما تتدخليش بينهم من غير ما يطلبوا منك التدخل، لانك اولا مش هتحلي المشكلة ومش هتخلصي من الشكوى، وفي الاخر هتطلعي منحازة لطرف ضد التاني. طيب لو طلبوا منك تتدخلي، اسمعي منهم كويس قوي لحد ما يخلصوا خالص، وبدون اي تعليق منك قولي لهم روحوا حلوا مشكلتكم مع بعض وتعالوا قولوا لي الحل. هتتدخلي في حالة واحدة بس لو لقيتيهم هيأذوا بعض، وكمان ما تنحازيش لواحد ضد التاني، وغالبا هيكون الأضعف فيهم، لأنك كده بتخلي التاني يتربص بأخوه دايما علشان يوقعه في الغلط ويقولك شفتي اهو هو اللي ضربني، شفتي اهو هو اللي بدأ. النقطة الثالثة، لو هما دايما بيتخانقوا على حاجة معينة زي مثلا لعبة أو مين اللي هيتفرج الأول، شيلي الحاجة دي وقولي لهم روحوا اتفقوا مع بعض هتلعبوا ازاي وتعالوا خدوها. هتحط قوانين للعب، زي ممنوع الضرب على الوجه وأماكن معينة في الجسم، ممنوع الضرب بآلة حادة، ممنوع الألفاظ المسيئة. وفي وقت تاني هقعد أتكلم معاهم إن إزاي يحلوا مشاكلهم مع بعض بدون ضرب، وإنهم يقدروا يحلوها بالكلام. ملحوظة كده هقولها لكم بين قوسين، طبعا مش هينفذوا الكلام ده، بس انتي بتعلميهم للمستقبل لما يكبروا يتعاملوا ازاي مع بعض. وهتكلم مع الطرف القوي انه يكون حنين مع اخوه ويتعامل معاه بطريقة احسن، وهتكلم مع الطرف الضعيف واقول له شوف طريقة خد بيها حقك. ومش لازم على فكرة الطريقة دي تكون بالضرب، انت كده مش بتقويه على اخوه، ولكن بتعلميه ياخد حقه، لانه بره اكيد هيتعرض لمواقف زي اللي بتحصل بينهم في البيت. طيب ايه المهارات اللي ممكن يتعلمها الولاد من خناقاتهم مع بعض؟ رقم واحد، مهارة الاختلاف. هيتعلموا ان لما يختلفوا مع بعض يتقبلوا اختلافهم. هيتعلموا كمان مهارة حل المشكلات، لما يبقى في مشكلة بينهم يقعدوا يحلوها مع بعض. هيتعلموا مهارة التفاوض، لان اكيد هيبقى في مصالح مشتركة بينهم، زي مثلا حد عايز ياخد لعبة التاني، واحد فيهم محوش فلوس والتاني عايز يستلف منه، فهيقعدوا يتفاوضوا مع بعض. وهو ده اللي انا كنت اقصده لما قلت الام تقول للطرف التاني يتعلم ياخد حقه، لانه اكيد هيبقى عنده نقاط قوة يقدر يستخدمها. هيتعلموا كمان مهارة المشاركة والتعاون، لكن للأسف تدخلنا هو اللي بيحرم ولادنا من انهم يتعلموا المهارات دي، وبيسبب كمان مشاكل للولاد على المدى البعيد. السلام عليكم.